غدانا النهارده غدا من اكلات الشتاء البارده، محشي مشكل. محشي مشكل بتاع البت دودي بقى غير 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 غير. بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا بقى الجمال يا جماعه. من الاكلات اللي بتنزل في القلب، ما بتنزلش في المعده. شايفين قرن الفلفل الحراق ده؟ يا خرابي يا خرابي. تعال انت هنا كده شويه. بصوا بقى، بصوا بصوا الجمال. تحفه يا جماعه، تحفه. الفلفل الطويل ده في المحشي خطير. بصوا بيضرب في النافوخ. الكوسايه بقى الجميله دي. امم تحفه. شايفين؟ والله العظيم خطير. اعملوه بطريقتي ومش هتندموا ابدا، وقولوا لي رايكم في التعليقات. بس قبل ما نبدا، يا رب كل اللي يحط لايك يزور بيت الله الحرام، وربنا يحقق له كل اللي هو بيتمناه. اول حاجه هعملها اني هعمل البصل. انا عندي البصل هنا صغير، فهعمل 3 بصلات. عايزه اعمل شويه بصل واشيلهم بجد. البصل او اي حاجه معموله في الفريزر بتبقى متفرزه في الفريزر دي بتنفع جدا. زي ما انتم هتشوفوا النهارده انا هستخدم الخضره اللي انا مفرزاها، وهستخدم كمان الطماطم اللي انا مفرزاها. الحاجات دي بتنفع جدا في اوقات الزنقات او الايام اللي انت مش لاقي نفسك مش قادره تعملي فيها. هحط بقى زيت، وبحط كمان انا لما بعمل السمنه من الدهن البقري، الشويه اللي بيتفضلوا اللي هم المحمصين دول اللي بيتفضلوا من تحت، بشيلهم في اكياس وبطبخ بيهم. هوريكم واحده دلوقتي اهو. بشيلهم كده في اكياس، بينفعوني جدا وبيدوا طعم حلو للاكل. عارفين انتوا اللي هم زي المرته اللي بيتفضلوا من تحت كده زي المرته، بلمهم كده. دي كبيره فانا عايزاها عشان هعمل يعني المحشي كميته كبيره، فهحط دي بتبقى حلوه قوي، بتدي كده طعم حلو لما بتسيح مع الزيت. فانا هحط كل الكلام ده كده على النار يتشوح، وهاجي اقول لكم بقى نعمل ايه. زي ما انتوا عارفين انا جايبه البتنجان متقور، الكوسه هي اللي مش متقوره، فانا هقورها دلوقتي. طبعا الكوسه كده يعني انا غسلاها. انا عايزه اوريكم واحده بس عشان اهي. هنقطع كده اللي فوق وهنقطع اللي تحت. طبعا كلنا ستات شاطرين، بس في ناس لسه اول مره تدخل المطبخ او لسه بتتعلم، فبوريكم. تمام اهو. هندخل بقى كده المقوار في الكوسه من هنا. الكوسه حساسه جدا يا جماعه، فايه بصوا انا بعملها ازاي كده، وبطلعها كده وبطلعها واحده واحده لانها ناشفه. فطبعا ما بتتقورش، ما بتتعملش كده زي البتنجان، لا، واحده واحده كده. بصوا انا دايما بقور بطرف المقوار اهو كده. يعني بصوا بتعامل معاها بحذر عشان ما تتفتحش مني كده، واحده واحده. انا ببقى ايديا دي عشان تحس، عشان تحس انا وصلت فين، عشان تحس ما اطلعش بره الحواف دي عشان ما تخرمهاش كده اهو. خلاص هي كده كده بنسيب فيها قشره تخينه لانها طبعا مفيده ومليانه فيتامينات يعني. دي مش زي البتنجان نقورها للاخر. شايفين اهو كده. خلاص دي اقور بقى كل الكميه. وبرده الفلفل بشيل بس الجزء اللي من فوق ده اللي هو ده، وبشيل بس الحته بتاعه البذر اللي من فوق دي اهو. لو في اي بذر من جوه ما بحبش البذر يبقى موجود، فبشيل كل البذر كده وخلاص. هعمل بقى الفلفل والكوسه ونرجع نشوف هنعمل كده. دي الحتت اللي انا بقول لكم بطلعها في اخر ما انا بعمل السمنه، بتدي طعم خطير جدا للاكل. هشوح الكلام ده كله مع بعضه. انا بحب البصله بتاعه المحشي تكون حمراء، يعني ما تكونش كده صفرة، لا تكون حمراء. هوريها لكم في الاخر واحنا بنحط الطماطم عشان تسيح. هنا خلاص بقى ده اللون اللي انا بحبه في صلصة المحشي. حطيت بقى الصلصة اللي انا كنت مفرزاها، دول حوالي 1.5 كيلو من الطماطم. هنا بقى حطيت كل حاجة في مية وملح علشان لو في اي مرارة في اي حاجة تتشال زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت طبعا الفلفل لوحده عشان طلع حراق. هنا بقى ده اللي طلعته من قلب الكوسة بخليه عشان احطه في الحلة. هنا كده خلاص الطماطم قربت تتسبك. حطيت مكعبين من المرقة، حطيت توابل مشكلة، حطيت فلفل، حطيت ملح، وحطيت سكر، معلقة سكر. وهنا بقى ابتديت ان انا بعد ما حطيت الرز حطيت الخضرة، وابتديت ان انا اقلب. شايفين بقى لون الخلطة عامل ازاي. الخلطه بتاعتنا الحلوه بقى خلصت. بصوا انا بسيب الصلصه لغايه ما تشرب كل ميتها علشان تطلع حمرا كده
انا مش عارفه باينه عندكم ان هي فاتحه ليه، بس هي غامقه قوي. انا وريته لكم وهي على البوتاجاز، بصوا عامله ازاي. طبعا هنحشي في نفس الحله اللي احنا بنعمل فيها الخلطه عشان ما توسخش مواعين كتير. هجيب بس كده طبق احط فيه الخلطه، وبعد كده هنيجي نحشي هنا. نجيب الطبق الحلو بتاعنا ده وننزل فيه كده بالخلطه. في ناس بتعمل الخلطه ني في ني، انا بحب دايما اعملها على النار، تاخد قلبتين كده على النار بعد ما بحط الرز. يعني بحط الرز وبحط الخضره، وبعد كده بديها كده كام تقليبه على النار، تقليبتين كده كفايه. هجيب بقى بواقي الكوسه ونحطها كده عشان نبتدي نحشي. هختار الاول اللي هو ايه الكبير. انا اساسا كده كده مش انا اللي منقياه، انا جايباه متقور جاهز زي ما انا قلت لكم في الميزانيه على القناه الثانيه. طبعا الميزانيات هتلاقوها على القناه الثانيه. بصوا، فطبعا الست بتبقى حاطه كده كبير على صغير في الكيس. بصوا انا بحب الخلطه كده، تحفه. الشتاء ده محتاج الحاجات اللي زي كده، هي الاكلات دي اللي بتدفي في الشتاء. طبعا هخلي حته من فوق كده زي ما احنا عارفين. انا ما برصش صراحه، اول بس واحده من تحت كده بلفها داير ما يدور، وبعد كده بحشي وارمي في الحله. خلونا كده ايه نتدفى. زي ما قلت لكم انا لقيت الفلفل حراق، فهحشيه لوحده في الحله اللي هو فيها ده. هروح حاشيه. انا بحب الفلفل ده قوي حتى لو حراق، طبعا بحبه، انا بحب الحاجه الحراقه، ولكن عشان عيال اخواتي موجودين النهارده كلهم، ربنا يحميهم يا رب ويبارك فيهم ويبارك في اولادكم يا رب. حطيتي اللايك ولا لسه؟ ها؟ طب اديني بفكرك اهو عشان تحطي اللايك. حطي اللايك. ربنا يبارك يا رب في عمركم ويبارك في اولادكم، ويا رب يرزقنا زياره بيت الحرام يا رب يا رب. صلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام في الكومنتات، خلونا كلنا ناخد ثواب. وقومي كده تشجعي واعملي لك اكله حلوه كده تدفي عيالك. هحشي بقى كل الكميه دي واوريها لكم بقى بعد ما حشيتها. انا هحط في الحله دي البتنجان ان شاء الله تكفي، يعني عشان انا زودت الكميه، انا ضاعفت كل حاجه. جبت تاني يعني لما عرفت ان اخواتي جايين، جبت تاني على اللي انا كنت جايباه لينا. فهخلص كده حشو واجي اوريكم في الحله. زي ما قلت لكم انا هحشي هنا البتنجان، ولو فاضل مكان هحشي معاه الكوسه، لو ما فيش مكان هحشي الكوسه لوحدها والفلفل لوحده. طبعا كده كده الفلفل لوحده عشان حراق زي ما قلت لكم. هخلص الكميه واجي لكم. كده خلاص انا خلصت حشو. عملت اللهم بارك 4 كيلو من البتنجان، وكيلو من الكوسة، ونص كيلو من الفلفل، ودول خدوا معايا كيلو ونص من الطماطم، وخدوا معايا كيلو وربع من الرز. بالظبط كده، علشان اللي ما بتعرفش تعمل محشي او اول مرة تدخل المطبخ او مش بتعرف تعاير الرز، فدي الكمية اللي انا عملتها. هنا بقى بحط الشوربة. طبعا لو مش عندك شوربة اعملي عادي مية ومرقة زي ما انت عندك، يعني زي المتوفر. هرفعه بقى على النار، واول ما يغلي كده هروح موطية عليه وسايباه بقى يستوي. اكله الدفا الجميله محشي شتاء، يعني محشي معروفه والله العظيم، ما حد صابر لغايه ما يستوي. بصوا 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 الجمال. اطلع كده الكوسه الاول. بصوا سخن موحوح موحوح لسه طالع اهو. طلع بقى البتنجان بتاعنا الجميل. بصوا 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 الجمال، الاضاءه ظلماه. بصوا 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 الحلويات، حلويات الشتاء. بصوا 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 الجمال، بصوا الجمال تحفه. بصوا 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 الجمال. بصوا بصوا الحلويات. ده بقى الفلفل ده العشق ده بتاعي انا بقى ده. شايفين؟ تعالوا نشوف كده المحشي من جوه عامل ازاي. بصوا بصوا، عايزه اوريكم بس الخلطه عشان الاضاءه كانت مظلماها. شايفين الخلطه حامله ازاي؟ تحفه تحفه. تعالوا اوريكم بقى البتنجان. شايفين البتنجان؟ استنى اقطم لكم حته عشان تعرفوا.